السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا كلنا بنحب نسحر في رمضان بالفول وعليه طحينة، وبما ان الطحينة بقت غالية فيلا نعملها في البيت. اول حاجة جبت ربع كيلو سمسم وحطيته على النار، حمصته على النار لحد ما بقى لونه الذهبي ده، وبعد كده حطيت عليه ربع كيلو دقيق 250 جرام، وبعد كده سبتهم لما يبردوا وطحنتهم في المطحنة بتاعة الخلاط لحد ما بقى بالشكل ده. دي الكمية اللي طحنتها، طبعا بتطحني حبة حبة عشان مش هينفع تحطيها كلها على بعضها. فدي انا بعد ما خلصت الكمية كلها بدأت، هي بقت بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. جبت الخلاط وجبت ربع كوباية زيت وحطيت فيها الخلاط، حطيته في الخلاط وبدأت اضربه مع السمسم والدقيق، بس حطيت السمسم والدقيق بالتدريج، ما تحطهمش مرة واحدة علشان ما يبقاش تقيل على الخلاط، وفي نفس الوقت يعرف يتطحن كويس ويبقى ناعم، ما يبقاش محبب. فانت كده كده انت طحناه كويس في المطحنة، فهو عشان يندمج مع الزيت كويس لازم تحطي حبة حبة وما يبقاش تقيل على الخلاط كمان. فانا بدأت احط معلقة معلقة كده من الفتحة بتاعت الخلاط لحد ما خلصت الكمية كلها. بس هي دي الطريقة سهلة جدا، ودي شكل الطحينة في الاخر من غير اي اضافات، هي سمسم ودقيق. وبالهنا والشفا، وكل سنة وانتم طيبين من مطبخ نوني. ارائكم وكومنتاتكم، باي باي.